أهلا بكم في قناة قصص وروايات. أكلمكم النهاردة عن قصة جديدة ممتعة ومؤثرة اسمها المصباح الحزين. يلا نبدأ. كان يا ما كان في شارع قديم ومهجور، كان فيه مصباح قديم قاعد لوحده، كل ليلة ينور، بس ما فيش حد بيمر من هناك وما فيش حد بيبص عليه. المصباح كان حاسس إنه ملوش لازمة وإن نوره مش فارق مع حد، وكل مرة ينور يقول في سره: هو فين اللي يحس بنوري؟ ياه ريتني ما وجد. الليلة كانت تعدي والهواء يعصف حواليه والمطر ينزل وهو لسه صامد بس حزين. في يوم وهو منور كالعادة، جه طفل صغير كان تايه بيعيط مش عارف يرجع بيته. العتمة مالية الشارع والريح تزق وشه وهو مش قادر يشوف طريقه. لما شاف نور المصباح عينيه نورت، جري نحوه وقال: الحمد لله، أخيرا لقيت نور، دي طريقي للبيت. المصباح حس بدفء جوة قلبه، حس إنه لأول مرة ليه فايدة، إنه أكثر من حديد وزجاج. لما الطفل وصل سالم لبيته بص للوراء وهو مبسوط وقال: شكرا يا مصباح، لولاك كنت ضعت. المصباح سمع الكلام والدموع كانت هتنزل من نور اللي جواه. وقتها حس إنه مش مهمل، إنه مصدر أمل، وإن نوره قادر ينقذ حياة ويرسم بسمة. ومن يومها المصباح ما بقاش يقول يا ريتني ما وجدت، بقى يقول أنا رمز للأمل ونوري هيدي كله ضايع. الليالي بقيت تعدي والمصباح مسرور، نوره أقوى وروحه فرحانة. كل مرة يشوف حد ماشي في الظلمة يحس إنه قادر يساعد، قادر يخلي الحياة أجمل. العبرة كل واحد فينا له قيمة، ولو حتى ما فيش حد شايفها، ممكن في يوم حد يحتاج نورك ويفهم قد إيه أنت مهم. لذلك خليك دايما منور وما تغفلش قلبك، لأنه في الدنيا دايما فيه حد مستني ضوءك. اتمنى إن القصة تكون نالت إعجابكم. ما تنساش تعمل لايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. شكرا.